لو سألتك وقلت لك ايه الحيوان اللي انت شايفه قدامك ده هترد تلقائي وتقول النمر، وده غلط. 99% مننا بنقع فيه لان ده اسمه الببر. النمر مختلف في الحجم والشكل، وده موضوع حلقة النهاردة. انا محمود ممدوح، وفي الفيديو ده هتكلم عن حيوان الببر. لكن قبل ما ابدأ ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتصلي على النبي في خانة التعليقات. في البداية خلينا اديك فكرة عن الببر. الببر حيوان لاحم ويعتبر أكبر أعضاء فصيلته من السنوريات، وفي خطأ شائع بأن الببر هو النمر، ولكن ده غلط. النمر بيكون مرقط، حتى كلمة نمر في المعجم العربي مشتقة من أنمر يعني مرقط. نتكلم عن الموطن بقى. بيقولك إن 80% من الببور موجودين في شبه الجزيرة الهندية، وبالتحديد بيفضل الببر التواجد في الغابات عشان بيساعدوا على التخفي واصطياد الفرائس، وبيفضل في الأجواء الحارة إنه ينزل في المية. ولكن عكس قريبه الجاجور، فالببر مش قد كده في السباحة. لو جيت وفكرت مع نفسك ايه اخطر كائن بيسبب تهديد للببر في موطنه وقرفه في حياته، هيجي في بالك مثلا التمساح او الافاعي او اي حيوان معاه في نفس الموطن. ولكن يعتبر الإنسان هو الخطر الحقيقي على الببر، لدرجة إن 96% من فصائل الببور في العالم انقرضت بسبب البشر، والفصائل الموجودة حاليا اتحطت في قائمة الحيوانات المعرضة للانقراض. طب ليه يعتبر الإنسان تهديد للببر وسبب في انقراضه؟ قالك إن كل ده بسبب عمليات القنص غير الشرعي، وكل ده بهدف الحصول على جلد الببر وعظامه وكل عضو من جسمه تقريبا، علشان بيستخدمها الصينيين في الطب الصيني التقليدي. وضيف على كده تدمير موطنها الأصلي، وبسبب العوامل دي تراجع عدد الببور بنسبة كبيرة في البرية. بعد ما كان عددهم 100,000 من قرن فات، أصبح عددهم دلوقتي 5000، وبكده جميع سلالات الببر تم وضعها في قائمة الحيوانات المعرضة للانقراض. وقالك إنه يعتبر الببر أضخم أنواع السنوريات، ووزن الذكر ما بين 180 و 320 كيلو جرام، ووزن الأنثى ما بين 120 و 180 كيلو جرام، وطول الذكر ما بين 2 متر ونص و 3 متر ونص. أما الأنثى بيكون طولها ما بين 2 متر ونص و 3 متر إلا ربع تقريبا. وتعتبر الخطوط على جلد الببر زي البصمة عند الإنسان كده، بتختلف من ببر للتاني. وبيصطاد الببر زي باقي السنوريات، بيعمل كمين للفريسة ويفاجئها بقوته البدنية ورد فعله السريع، ويهجم على رقبة الفريسة، وبقوة فكه يحطم العمود الفقري للضحية أو يعمل ثقب في القصبة الهوائية. ما علينا، المهم إن الببر مش عاتق، بيصيد على الأرض وفي المية وأحيانا على الشجر. وعلى الرغم إن الببور من النادر إنها تهاجم البشر، ولكن لو يأس من الصيد وكسل يدور على فريسة وشاف إنسان قدامه، مش هيتردد لحظة إنه يتغدى بيه، وهو أي حاجة يعض فيها لحد ما يلاقي فريسة. ولكن ما تقلقش عزيزي الهندي، الببور مش بتحب تهاجم البشر أصلا. يعني اتعمل إحصائية من ناس فاضية أثبتت إن نسبيا 3 أو 4 ببور من أصل 1000 ببر قتلوا إنسان طول حياتهم، وده معدل كويس قوي. وكمان في الغالب الهجوم ده بيكون بسبب إن الببر بيكون مجروح أو كبير في السن ومش قادر يصطاد فرائس سريعة وقوية. اكتشف العلماء 9 سلالات مختلفة من الببر. 3 فصائل انقرضوا بالفعل، والستة الباقيين مهددين بالانقراض، ونوع واحد من الستة خلاص يعتبر انقرض. والموطن الأصلي للببور كان في روسيا وسيبيريا وإيران وأفغانستان والهند والصين وأجزاء من شمال العراق وتركيا وجنوب شرق آسيا. وبيعتقد العلماء إن سلالة جنوب الصين هي السلالة اللي انحدر منها باقي السلالات الموجودة حاليا، وبيتم تصنيف سلالات الببر حسب عددهم في البرية بالعد التنازلي. بس كده، ده كان كل حاجة تخص الببر في فيديو النهاردة. وأعتقد إن أهم معلومة هو تصحيح الاسم الأصلي للببر، وإنه مش نمر، وإن الببر نوع من السنوريات مختلف تماما عن النمر في الصفات والشكل والحجم وتقريبا في الموطن. أتمنى تكون استمتعت وتعلمت حاجة جديدة من الفيديو. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتشير الفيديو لصاحبك وتقوله إن ده اسمه ببر مش نمر، وتكتب تعليق تقولي فيه أتكلم عن إيه الفيديو الجاي. أنا محمود ممدوح، ودي قناتي على يوتيوب.